ازاي تستخدمي الصمت العقابي مع النرجسي؟ اولا عايزه افهمك على حاجه. النرجسي الصمت العقابي بتاعه ده اهتمام. لما يمارس عليكي صمت عشان بيبقى عايزك تبقي مذلولة عليه، وعايزك تهتمي، وعايزك تبقي حواليه كده، عايز يحس ان هو محور الكون. تخيلي بقى لو انتي عملتي كده للبالونة، شكتيها، خلاص هتنزل على مفيش، ما اديتلوش اصلا اهمية بالهبل اللي هو بيعمله ده. عامل زي العيل الصغير المقموص وساكت ومستني مامته تيجي تحايله وتصالحه. انتي بقى لو ما حايلتوش ولا صالحتيه ولا اصلا شفتيه، والله مع الوقت هيخاف ان هو اللي يعمل صمت عقابي، مش هيرضى ان هو يعمله عشان عارف ان هو ما بيجيبش معاكي سكه. مهما بقى طول في الصمت، اعتبريه اجازه، اعتبريه ده اجازه من نكده، من مشاكله، اعتبريه فتره راحه ليكي. في الفتره دي شغلي مسلسلك المفضل، اقعدي كده اعملي اي حاجه. انا نفسي ان انتي يا رب يعني تكوني بتشتغلي لو بتسمعيني، لان الشغل هيقلل جدا من تاثيره عليكي. ولو ما بتشتغليش فلازم تشتغلي، ان الشخصيه اللي زي كده ما ينفعش تتعايشي معاها وتعتمدي عليها. مش ده اللي بنعتمد عليه. طب خلينا نكمل تأثير الصمت العقابي. انا عايزاكي تعملي انتي صمت عقابي عليه، انتي اللي تسكتي وانتي اللي تتجاهليه وانتي اللي ما تحايلوش ولا تاكلي معاه ولا تقعدي معاه، وطلباتك واي حاجه انتي محتاجاها تسيبها له في ورقه كده وتسيبها له في مكان او تبعتيها. مش عايزه اي كلام معاه، ولا كلام سلبي ولا كلام ايجابي. عايزاكي تبقي صامته، وعايزاه يشوفك عايشه حياتك عادي وفي الفتره دي بتضحكي ومبسوطه. لو عمل كده والله العظيم هيجر شكلك وهيبقى عايز خناقه. وقتها بقى تبقي يعني خليني هاديه، تبقي ذكيه. لو عرفتي ان انتي اتعلمتي من الفيديو الاول ان انا قلتلك تبقي متجاهله، ما يبقاش ليكي ردة فعل. هو عايز يتخانق معايا، مش هديلك ردة الفعل دي، مش ههتم. اتخانق انت مع نفسك. طب لو هو بيوصل للضرب او بيوصل للتهزيق او بيوصل لوات ايفر الحاجه دي، في وقت ده في الوقت ده لازم تدافع عن نفسك. تدافع عن نفسك بان انتي تقولي له ان انا الحاجه اللي انت هتعملها لي دي هشهر بيك، هصورك من غير ما تعرف، هسجلك اللي انت بتعمله. ان انتي تهدديه ان الموضوع ده هيتعرف وان شكله هيبقى وحش، ان هو راجل بيضرب، هبلغ عنك، هعرف اهلك. اللي بيقولوا الموضوع النرجسي بيخاف جدا من الفضيحه، يحب هو يعملها وهو اللي يبقى سبب فيها، لكن ما يحبش انها تحصل له، مش قدها. واحنا بنلجأ للحل ده لما بيكون نرجسي عنيف بيوصل للضرب. وانا نفسي ما تكمليش خالص معاه. انا بجد نفسي ان انتي تطلعي من الحاله دي. الحاله دي ما ينفعش تكملي فيها، ان انتي ما فيهاش رجا، ما فيهاش فايده، ما فيهاش اي حاجه. وحشه جدا لصحتك، وحشه جدا لاولادك، مش حاجه اتمنى ان انتي تعيشي فيها. ولكن لو انتي مضطره اعملي الحلول دي. ما تقفيش قصاده عشان ما توصليش نفسك ان هو يمد ايده عليكي. ما تقفيش، ما تشوفوش اصلا. اتعاملي ان انتي ارمله في البيت، ان انتي مش معاكي راجل، مجرد حد بتاخدي منه مقابل ان هو بيصرف على البيت، فانتي مقابل ده انتي ساكته. مش معنى كده ده ان انتي ضعيفه، بالعكس، انتي عشان انتي مش مدياله فرصه ان هو يمارس اذيته عليكي، ده مش ضعف. وفي نفس الوقت انتي بتاخدي حقك. انتي مش الشخصيه اللي هي ضعيفه الساكته، لا، انتي عندك عقل وبتاخدي حقك. ما بتسكتلوش، بس بسكتله من غير ما ازعق وانت عملت وانهار وهيط وصوت وخبط في الارض. انا هاخد حقي منك وانا قاعده في مكاني بمنتهى العقل، وانت مش تقدر عليا. هرد عليك كلمه، هرد عليك الاهانه بمنتهى الادب، وهوجعك وهقللك ثقتك بنفسك وههزك، وتخاف ان انا اهزك وهقلل ثقتك بنفسك قدام اي حد، وانت اللي تخاف مني. ولو انت نرجسي فانا هكون نرجسي اكتر منك، بس معاه هو بس. مع الوقت افعالك دي هتقلل شويه تاثيره عليكي، وده اللي انا عايزاكي تتعلميه. تعلمي ان انتي تاثيره عليكي يقل. ولكن هل الحاجات دي هتغيره وهتخليه ضعيف؟ لا، لا، وما تفتكريش كده ولا تتعشمي في ده، لان هو مش هيتغير. انا عايزاكي انتي اللي تتغيري. الراجل ده كده عنده نقاط ضعف وانتي عارفاها، بس خلينا نتفق على نقطة ضعف في النرجسي: ما عندوش ثقة في نفسه، مهزوز في اي حاجة تخص شكله،
تخص جسمه، تخص اي حاجه فيه، عنده حته مهزوزه، العبي عليها، العبي على الحته دي. انا اسفه ولكن انتي مضطره تبقي توكسيك زيه، ان انتي مضطره تتعايشي معاه. العبي على الحته اللي عنده، اللي فيها ضعف، اللي فيها قله ثقه، اظهريها بشكل غير مباشر فيه، اوجعيه، خليه يحس ان هو مهزوز. هو مش هيقولك ان هو حاسس بكده، بس هو من جوه هيكون كده. هتكسريه، لان انا واثقه ان هو بيكسرك وبيقلل منك وبيوصلك ان انتي تنهاري. فانا كمان عايزاكي توصلي لده، بس وانتي هاديه، وانتي ساكته، انتقاميه كده، بهدوء، بتعلميه الادب. شفتي العيل اللي مش متربي؟ انتي لو بتربي عيل مش متربي هتعملي ايه؟ هتقوميه. الضرب مش هينفع معاه، العنف مش هينفع معاه. هينفع معاه ايه؟ هينفع معاه التجاهل. هيقعد يخبط في الارض من التجاهل. اكتر حاجه تغيظ اي عيل، والنرجسي عيل، عيل غير سوي، عيل مش متربي، محتاج تأهيل. فانتي قررتي تكملي، فخدي الطريق ده، خدي الطريق دي وانتي من جواكي بتقولي يا رب قويني وطلعني من اللي انا فيه. ودايما خلي ربنا قدامك ان انتي تقوي نفسك، وخليكي وسط ناس بتحبك وتقويكي. ما تبقيش وسط ناس تقولك اصل هو كويس، اصل هو معرفش ايه، ويحسوكي ان انتي اللي فيكي مشكله، وانتي عارفه كويس ان هو فيه مشكله، وانتي بتتعايشي في ده، بس مش عارفه ان انتي تثبتي. مش مهم تثبتي لحد، مهم ان انتي عارفه وحاسه بحجم الاذى اللي هو مسببهولك. مش لازم تثبتي لحد، يكفي ان انتي بينك وبين ربنا انتي عايشه في الحاجه دي، وان انتي تقوي نفسك بنفسك. ومش لازم ان حد يدخل هو اللي يصلح لك حياتك، انتي هتصلحيها. لو مفيش حد جنبك، انتي خليكي سند نفسك. زي ما سمعتي فيديو ليا تسمعي فيديو لغيري، تسمعي فيديو لحد تاني. فيديوهات ربنا بعتها لك ان هي تقويكي وتعرفك ازاي تمشي على الطريق الصح. واعرف ان هي فتره في حياتك، وان ربنا بيغير الاحوال في ثانيه. سيبك انتي من الفتره الصعبه اللي انتي بتعيشيها دلوقتي، في ثانيه تتغير. ما تفقديش الامل، وخليها فتره انتقاليه في حياتك. خليكي من جوه كده عارفه ان انتي في يوم هتمشي. ما تقوليش ان انا هعيش العمر كله جنبه. خليكي عارفه ان انتي في يوم هتمشي، بس انتي مستنيه الفرصه، واخلقيها لنفسك. هرجع اقولك اخلقي الفرصه ان انتي تمشي.